ب150 جنيه فرحت عيالي اسبوع كامل 7 ايام. اللهم بارك. انا عندي ولدين، ازاي يا سمر فرحت عيالك ب150 جنيه؟ هقولك، بس قبل اي حاجه صلي على الحبيب قلبك كتيب، اكتبي لي ميزانيتك يوميه اسبوعيه او حتى شهريه. وكمان بعمل ميزانيات للفاكهه وميزانيات للحلويات. تعالى اقولك بقى انا جبت ايه ب150 جنيه. شفت كيس البسكوت الطويل اللي انت جايباه ده كله؟ انا جبت كيس البسكوت ده، البسكوته بجنيه واحد. فانا جبت 25 بسكوته ب25 جنيه. جالون ده 3 كيلو. الجالون كنت بجيبه من اماكن معينه ب175 جنيه، كان هيقع، لا اله الا الله، كان هيقع. خليكي معايا اختها منك ليها. انا لقيت في عرض فتح جديد، شركه فرايدي تقريبا، انا مش عارفه انا بقول الاسم صح ولا لا. كان عندها كل الاطعمه وكل النكهات، ويقال ان هو بلبن طبيعي. انا مش متاكده من الموضوع ده برضو، بس هو كان طعمه حلو جدا، وهي كانت تجربه لازم اخلص العلبه انا والعيال، اكيد مش هنرميها. جبت الجالون ال 3 كيلو ده كان ب 120 جنيه. والله العظيم زي ما انت سامعه كده. في حين ان انا بجيب برضو نفس الجالون من شركه كبيره وكلكم عارفينها وانا عارفاها ب 175 جنيه. فانا جبت الجالون ده ب 120 جنيه، وجبت 25 بسكوته ب 25 جنيه. وطبعا الواد وقع ال 5 جنيه، بس انا خصمتها من مصروف، امال انا هجيب حلويات وكمان هيوقع؟ المهم الحكايه كلها 150 جنيه. كل يوم بعد الغداء بنملى البسكوتيه بالايس كريم. وعايزه اقول لك وش الشوكولاته اللي على الوش ده بحط على وش الاوستيك او اسمه ايه، البتاع بتاع الايس كريم ده. كل يوم انا وولادي بناخد 3، يعني 3 في 10 ب30. احنا بما اننا 7 ايام ب25 جنيه بسكوت وب120 جنيه الجالون. المرة الجاية هجرب نكهة تانية، ده كان بالفانيليا. وانتوا قولوا لي بتجيبوه بكام ومنين، وانا لو عايزين اقول لكم عنوانه بالظبط هقول. انا شاري الحاجات دي بفلوسي. انا لسه ربنا ما كرمنيش باعلانات، لما ربنا يكرمني باعلانات عشان الناس بتقول لي انت بتعملي اعلان. والله يا اختي لسه ما جالي ولا اعلان حتى واحد. لما ربنا يكرمني باعلانات هقول. انا واحده بحاول وبسعى واجتهد، مش معنى ان انا جبت حاجه وقلت عليها يبقى انا عملت لها اعلان. على فكره خالص، كلنا لما بنجيب حاجه وحد بياخد راينا بنقول يا جماعه دي حلوه وهاتوها. هي دي الفكره. انا كل يوم بعد الغداء اقعد اكل نص الجالون كده بالمعلقه، والنص التاني ادي العيال قرطاسين. صلي على الحبيب قلبك كتيب، اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، يوميه اسبوعيه او حتى شهريه. وعايزه اقول لك يوم الاجازه هتفرحي بولادك حتى لو انت معكيش ال 150 جنيه. هقول لك هتفرحيهم ازاي ب 20 و30 جنيه. انا النهارده عملت معاكم وصفات واكلات كتير، اتمنى ان انتوا تساعدوني. في ناس بتاخد ميزانياتي اللي انا بتعب واشقى والف عشان اجيب لكم اقل الاسعار ويحطوا عليها اسمهم. اتمنى لو شفتوا الموضوع ده تساعدوني فيه. صلوا على الحبيب قلبك